وقت المغامرة ها قد حان، سنأخذكم في أبعد مكان. المحنك السينمائي وصل، في ترحيب ولا لف وارجع تاني؟ النهارده هنتكلم عن فيلم ميكروفون. والله العظيم انت مش شايف السحله اللي احنا فيها؟ تصوري ايه اصورك يعني انت دوستي على زرار في النص. نورولك. احنا بنوثق ان بتصور زي الفيلم. ايتها الجماهير العريضة. ظبطت الاوتفيت، مسكت الطريق، وصلت السلوم، وصلنا السينما، اشترينا التذاكر، قعدنا والفيلم بدأ. سلمى، انت لسه شفتيش الميكروفون كله كامل قبل كده صح؟ ايه انطباعك عن الفيلم؟ يعني توقعي جوه؟ اغاني. ماشي، قولي توقعين كمان. اسكندريه. وحاجة كمان. خلاص قشطة، يعني كده. يعني مين المذيع؟ المذيع. الصورة خدناها بعد ما الفيلم خلص على طول، ومن الصورة باين انه في كلام تاني غير الثلاث انطباعات دول. وسط الزحام فكر في ابعد مكان. الانفيزبل ثريت اللي بيربطنا. وقت المغامرة ها قد حان، سنسافر لأبعد مكان. هنروح زاوية، هنروح حمام زاوية مع مريم الإنسانة. أنا كده السلوم. سيدي حمام السيدة. انا السلوم. أنا وصلت السلوم. وقت المغامرة هنروح للسلوم. احنا لو حد اتكعبل مع مريم الإنسانة وسلمى من الفيسبوك. and we are wearing blue علشان بندعم على الفيسبوك. عشان هو فيلم كئيب. فيش بلو. انت بقى كنت بتقولي هو انتوا مش واخدين بالكم ان المايك مش متركب؟ بس هو متركب. مش متركب عادي عادي. بس احنا بنقول مايك علشان احنا سنيك وندخل. ماشي. احنا في فيلم ميكروفون، ودلوقتي احنا في زاوية لسه مطلعناش. بتقولي بقى خالد ابو النجا شبه مين؟ شبه جيم كاري في فيلم سانشاين اوف سبوتلس مايند، كآبته وتذكره للماضي، وحتى ان فريق ولا اسمها ايه؟ حدير مشت وقررت تمسح، يعني سابت له النوت بوك وقالت له انساني يلا يا ابن العبيط. هنخش اسافر ليبيا. وهو فضل يفتكر، يعني هو فضل كل شويه يفتكر. ده هو جيم كاري خالد الناطق، وشبهه الفيزيكال ابيرنس بتاعه شبهه بجد. احنا عايزين نتكلم في حتة هادية علشان وشخصيته هي عندها حق، بس احنا عايزين نقعد نتكلم في حتة هادية عشان التليفون ما يتكسرش. هنفوز. بس الأول احنا في زاوية. احنا تهنا وسط ازدحام، رحنا أبعد مكان وسط البلد. أنا سبت 6 أكتوبر علشان النهاردة في نوش، الناس بيقعوا في الحب النهاردة. بس المباني روشة، أنا مبسوطة جدا، وانا مبسوطه ان انا شفتك. أنا مبسوطة أكتر، أنا مبسوطة إن احنا اتعرفنا على الفيس. يا جماعة اعملوا لها فولو. ماشي، يعني سريعا الفيلم عجبك كام من 10؟ الصراحه مش قادره اديله 10 من 10. ليه؟ ما بديش حاجه 10 من 10. ماشي، هديله 9، وده سكور عالي قوي. تمام. ايه الواحد راح فين؟ فين؟ في الفيلم ولا؟ في الفيلم. 9 من 10. يبكي. علشان حزين. طب ثانية أسألك سؤال شخصي. دلوقتي احنا هنخش في حياة سلمى الشخصية. لما الفيلم خلاكي حزينة ليه؟ أنهي أثبت في حياتك يعني؟ الواقع، يعني ان هي فعلا البلد دي ما فيهاش امل تقريبا. مهما حاولوا، شوفي هم حاولوا كام مره. انا مش بزعل من المحاولات اللي ما بتتحققش، ما بتكملش. مش زعلانه ان هديك سافرت، ولا زعلانه ان ده رجع. بس هو منطقي كل اللي حصل، بس الموضوع كله حزين. ما هو مفيش حاجه تتعمل. لسه دي حاجة صعبة قوي. ايه بالظبط اللي صعب؟ فكرة انه مفيش حاجة تتعمل، انك عملت كل حاجة ومفيش حاجة تتعمل. دي انا مش عايز منكم حاجة. خلاص، هو انطفى. هو الرغبه اللي المفروض كانت موجوده والحماس
دور عليهم بقى شوف هتجيبهم منين تاني. احنا عايزين بس نقول ان المباني هنا حلوه قوي، مباني حلوه، والقمر مش عارفه فين، الله اعلم باينه. بسيطه هي على طول سيتو. هدير، هل انت بتلومي عليها حاجه؟ لا، لان برضه شخصيه خالد ابو النجا شبه جيم كاري في صحابيتها وعدم أيوة. الواقع. كان كلمها هو مسافر ما كلمتهاش ليه؟ نتكلم واحنا نمشي، يعني مش لازم نبقى جايبين نفسنا، ممكن نصور نبقى المبنى ده. جايبين المباني ونتناقش، نبقى باك جراوند نويز حلوه في الفيديو. انا مبسوطه وانا كمان، وانا ده زاويه ايه ده؟ نقطه الصفر. يعني انا بحب الفيلم، انا شفته اول مره يعني قعدت اعيط ساعتين من دول خالص يعني العادي بقى بشوف الفيلم بسرعه ليه؟ بس الفيلم ده بالذات لا، يعني انا وقفت من اول اغنيه كده اللي هو اقرا الخبر. انت اقرا الخبر كانت اكتر اغنيه حزينه كتير. صح. انا شايفاها قبل كده، يعني سمعها لوحدها قبل كده في الفيلم. هي مشهوره بس انا بس مش حابه اللي هو بيعرض القضيه الرئيسيه اللي هو سؤال لو انت سافرت فعلا هل هتكون مرتاح؟ بس يعني هل فعلا السفر هو اللي هيحل لك مشاكلك، ولا انت بره هتلاقي انه بيئه غير البيئه بتاعتك، وان الحل فيها المفروض انك تصلح حاجه تأذيك اللي هي بلدك. يعني السفر هو هروب مش اكتر. مش قصه هروب بس، ممكن يبقى نجاه، بس برضو حتى لو نجيت فيه ما بتفقد هويتك، اقل حاجه بتفقد لغتك. فاهماني؟ يعني هدير هي بتتكلم الافكار كلها اللي هو ايوه باين عليها. شاهين هو بيقول سافر والكلمات الانجليزي اللي بتدخلها في الحوار. شايفه ايه طيب؟ يعني مثلا لما تحصل حرب في سوريا والناس تسافر في سوريا، او يحصل مجاعة في فلسطين وناس تسيب فلسطين ويعيشوا مثلا في المانيا، ما هم لو ما سابوهاش هيموتوا، يعني كأن الحياة كده كده هتنتهي. انت قلتي هيموتوا جسديا، انا بحس برضه في لبنان مصر الدول اللي فيها حروب انت هتموت عاطفيا. فاهماني؟ بس برضه اذا حتى سافرت بره ما انت هتموت عاطفيا برضه، يعني الثقافه كلها هتبقى مختلفه عنك. انت كل اللي كنت محتاجه ان في بلدك يبقى في سينما زي زاويه، صديقه زي سلمى، هناخد مفروض كده. يعني الميكروفون بالنسبه لي حزين، ان هي دي مشكلتي الشخصيه. هي هدير مالها في العادي احنا مثلا بنكره الست اللي بتمشي عشان هي ست وبترشي، بس انا مع هدير في كذا حاجه، انه فمثلا في علاقته هو ما كلمهاش وكان منتظر زي ما انت قلتي اللي هو جيم كاري في سلبيته. انت ما اتكلمتش، انت كنت مسافر مفكر ان هي هتستناك. دي حاجه. الحاجه الثانيه وهي انه هي مش حاسه، يعني هي زي شاهين كده اللي هو هي مش حاسه بمكانها في البلد، هي لازم تسافر وتشوف، لازم تتعلم، لازم تروح تجرب البيئه الثانيه، لازم تلعب سكيت وتقع على ظهرها. حلو المشهد ده قوي لما وقع على ظهره واتبسط، يعني هو اتبسط انه وقع اكتر من انه اتعلم. ايوه، علشان لما وقع لها ايد بتتمدله عشان يقوم تاني ويقع تاني، وخد بوز عشان يحزن ويتضايق لان هو كان عمال يمشي ومش فاهم هو مكمل ليه. نفس الفكره برضو دي، يعني كان في ريفيو كده بيقول انه خالد ابو النجا زي الولد اللي هو مجدي ده، هما نفس الشخص، يعني مش نفس الشخص بس في بينهم توازي، يعني اللي هو البنت بتسيبهم علشان الاثنين بنت عايزين يسافروا، واحده عايزه تسافر القاهره واحده عايزه تسافر لندن. 5 سنين صح على سكيل اضيق بس. ايوه، والبنات اللي عايزه تسافر علشان الحب جميل بس مش كل حاجه. انا شايفه الصراحه ان هدير ما كان، يعني احسن ان هي فعلا ان هي ما ترجعلوش. اولا هو ما كلمهاش وسابها، يعني هي تعافت ودخلت في علاقات تانية، هو فعلا بالنسبه لها من الماضي. هي مشكلته ان هو ما حاربش علشانها، ومشكلته ان هو يعني سابها برضو تمشي، يعني حتى ما بعتلهاش فاكس بعد كده، فضل بس يهضم في مشاعره. فاهماني؟ هو نفسه لسه عايش في الماضي تقريبا. هو نفسه عايش في الماضي. السمكه اللي فضلت عايشه 7 ساعات، هل دي سيمبوليزم سيمبول للمقاومه وليهم ان هم فضلوا كلهم 7 ساعات؟ مش شرط 7، يعني هم اكيد كانوا عايشين اكتر.
بس هي ازاي بقى فضلت عايشه بره الميه زي ما هم عايشين في مصر؟ عارفه زي اغنيه اللي هي طلعت روحها بره الميه. ايوه انا بحب انا زي السمكه في سناره. طلعت روحها بره. انا بحب المشهد ده قوي لانه ومع الاغنيه دي لان في الاغنيه دي الاثنين حبيبتهم بيسيبوهم بس واحد روحه وبتطلع بره الميه كده براحتك عادي. اللي انت شايفاه هو ده الميدان يعني. يا الميدان هو ميدان رمسيس مكتوب رمسيس ومعرفش ايه. هو ان تفصيلة تانية في الفيلم عجبتني ان هو لما كان بيقرا مذكراتها او الدفتر يعني ما كانش بيحكي ما كانش بيفتكر اي حاجه في علاقتهم او السنتين اللي هم قضوها سوا، ولكن كان بس بيفتكر اخر مشهد وكأنه هو هضم كل علاقتهم القديمه وراجع بس للنوستالجيا اللي هو انا راجع بلدي القديمه ومش عارف ايه. عارفه انه مش باين حاجه انا في الكوبري اللي هو يعني بس بيهضم القديم، يعني اللي هو مش قادره اتعاطف معاه قوي بس عشان يمكن انا مش فاهمه القصه قوي، يمكن عشان انا بميل اكتر لهدير مش عشان انا بنت بس عشان انا فاهمه دماغها فاهمني، وبرضه فاهمه دماغه بس مش قادره ما الومش نفسي في الوضع ده يعني اللي هو حتى نسي كل حاجه وبس كان بيتذكر يعني في اللي هي الاحجيات كان شيخ البلد بتفكروا بكلمه مش عارف ايه بتفكروا بكلمه، كان الوضع كده يعني. لما انا طلعت ماشيه غلط فاعود ادراجي يعني مش كده ان انا هقطع على الارض، انا هقطعها مرتين هتنتهي في قدمي مرتين. عامة هو فيلم ميكروفون بالنسبة لي حزين علشان هو كل الحاجات اللي مش بتعرف توصل لها رغم انك بتحاول علشان اقرب الناس ليك او المفروض بيساعدوك بيقعدوا يقولوا لك احنا فنان بس انت اللي بتقوله ده ما ينفعش اللي هو انا في صفك وبيشككك في نفسك. الانسان بيحاول يوازن بين المطلوب منه وبين اللي هو عايزه بس اوقات كتير بيبقى اسهل له ان هو ينسى هو عايز ايه ويرضى. دي حاجة حزينة جدا بالنسبة لي. بحب تفاصيل الفيلم، بحب ان هو اشترى كاتل علشان البخار، بحب اللون الازرق اللي هما بيتذكروا، بحب الوان الفيلم ان هو فعلا جايب ممثلين ومغنيين يعني اللي هو انا عايزه فعلا اغوص في افكارهم. بحب ان انا عرفت مسار اجباري قبل الميكروفون اللي هو المستقبل فيه امل يعني. بحب ايه تاني؟ بحب كل تفاصيل الفيلم والوانه وشكله واخراجه والحوار كل حاجه فيه يعني بجد تجربه سينمائيه فريده يعني. حتى لو قلتها السينما بالنسبه لي اتنين، يا اما حاجه تروماتايزنج زي برزيرك او حاجه لذيذه زي سينما باراديسو، بس ان هو يكون كده لا دي بالنسبه لي حاجه روشه قوي. في فيلم ميكروفون كان عاجبني قوي البنات اللي هما فريق عمل مسكرة ان هما ما ظهروش وان هو الولد اخوه هو بيسألها وانتي من امتى وانتي بتغني، وهديل ولا هدير وهي بتقوله سهل انك تبقى ولد في مصر بس صعب انك تبقى بنت. انا فاهمه ده قوي وده عجبني يعني. انا بحب اشوف حاجات حقيقيه في السينما عن مجتمع الستات اللي هما وقت ما بيظهروا حتى بيكونوا ملونين وشهم. بحس ان دي اللي هو مش بقول ان دي حاجه مقتصره على الستات عادي يعني ممكن تلاقي ذكور مهمشين او اي اقليه مهمشه، بس انا بحب recognition ده اللي هو في الحوار ده في اللي هو انت مسموح لك تفروض تستأذني او لو تعملي اي حاجه يا ست هانم علشان انت مش ست هانم ولا حاجه، احنا الاسياد. ليه خالد؟ انا بفكر في شخصيته يعني. انا فاهمه هدير يعني انا فاهمه ان هي كانت بتحب واحد وبعديه هو سافر وبعت لها ميل بعدها بسنه يقول لها ان هو بيتعلم صباح الخير طيب ماشي وانا مفيش بقى اي اخبار عننا، فراحت حبت كام علاقه حب فاشله وبقى في قلبها شويه زعل صغننين. هي ممكن تكون لسه بتحب خالد بس يعني وممكن تكون مش بتحبه يعني عادي، ممكن تكون بتحب يعني كلنا بنحب ناس عشان في حاجات حلوه فيهم، بس ان احنا نعمل ريليشن شيب ده القرار المهم بقى اللي هو هل انا بقى يعني هل حبنا كفايه ان هو يبني ريليشن شيب. انا حاسه انه خالد زي ما سلمى قالت يعني ان شاء الله تكون روحت دلوقتي وبعتت الفيديوهات عشان اعمل الفيديو جيم كاري يعني اللي هو يصطفين، بس انا مش بصراحه مركزتش قوي في شخصيه جيم كاري، كان عاجبني الفيلم كله يعني بس مركزتش قوي، بس يعني اللي هو السلبيه او مش هقول السلبيه
بس انا بحاول الاقي لها سبب. انا فاهمه، بس انا اصلا يعني انا فاهمه، بس انا عايزه احط السبب ده في كلمات، لسه مش عارفه. بس اللي هو مفكر ان الطرف التاني هيستناه، بس ان هي ما عندهاش حياه يعني. فانا بحب قوي ان هي خدت قرار لنفسها، وان هي صوره طبق الاصل، وان هي هتروح تعيش وتجرب. حتى لو هتجرب وتكتشف انه في الاخير انت يعني عايز القاهره تبقى، يعني في الاخير بتكتشف مثلا ان انت عايز بلدك تكون ملونة كده، مش عايز تروح بلد تانية ملونة. ف هو الفيلم حلو، فيلم حلو حقيقي. أم... انا كان المفروض في الفقرة دي احاول الاقي يعني تفسير منطقي بالنسبة لي لتصرفات خالد، غير الكلمتين اللي انا قلتهم يعني. بس مفيش في دماغي اي حاجة تانية. أنا اخواتي انا عاملة كده عشان انا خضرا. كان المفروض اصور كده على طول يعني. مطلوب القبض عليه. الحمد لله على السلامة. أنا مش فاهم أي حاجة من الفيديو، فأنا هشرحه ببساطة يعني. أنا شفت فيلم ميكروفون في شهر 8. وفي العادي أنا بشوف الأفلام بسرعة 2 يعني، لأنه مهما كان الحوار بين الأبطال مش هيبقى اللي هو الواو يعني. ولكن الفيلم ده من أول أغنية كده وأنا اللي هو لأ، هديت السرعة خليتها على 1. وزي ما قلت يعني شفته بالسرعة العادية. وزي ما قلت هو السينما عندي حاجتين، يا إما بتبقى حاجة تروماتايزنج زي برزيرك أو أفلام ديفيد لينش أو أي، أو الراجل التاني ستانلي كوبريك ده، يا رب أكون بنطق اسمه صح يعني. أو إن هي حاجة لذيذة طيبة زي أفلام الأميرات وأفلام استوديو جيبلي وسينما باراديسو. انما يكون فيلم بيخليني يعني، الافلام بتوريك النفس البشريه العامه، بس ان فيلم يوريك مشكلتك الشخصيه، دي الصراحه بالنسبه لي كان فيلم ذكي قوي. انا كنت الصراحه مأجله اني اعمل فيديو على ميكروفون لحد ما اشوف باقي باقي افلام المخرج. بس الحقيقه انه بصراحه ما كانش يعني، مفيش حاجه شفتها كلها بس مفيش حاجه حلوه زي ميكروفون. أم، انا ساعتين بتوع ميكروفون بعيط فيهم، ومش بقول كده عشان اتنشن، بس انا مش عايزه انسى الذكرى دي، مش عايزه انسى اليوم ده. علشان انا يعني دي كانت مشكلتي الشخصيه. مشاكل شخصيه كتير، بس ممكن اللي منها يعني اوضحها هي أم، فكره انه انت عايز تسافر، بس انك اذا هتسافر بره هتروح دوله ثقافتها مختلفه عنك. ومش الحل انك تسافر او تنجو بنفسك كفرد، ولكن انك تخلي بلدك شبهك او شبه المستقبل اللي انت عايش فيه. أم، مش الحل انك تهرب، ولكن الحل لانك اذا هربت بره ما انت هتلاقي ناس دينهم مختلف وثقافتهم مختلفة وعاداتهم وتقاليدهم مختلفة. انت عايز رفاهية الحياة وحقوقك كبني ادم، وفي نفس الوقت عايز ناس تتكلم زيك وعاداتهم وتقاليدهم زيك، خاصة ان احنا في الشرق عندنا كلام حلو يعني. بس ده كلام نظري والتطبيق بيكون صعب جدا يعني. فعشان يمكن ده سبب ليه انا كنت ببكي يعني، اللي هو أزمة الإنسان في القرن ال21. على فكرة أنا أوكي ماشي دمعتي قريبة، بس مش لدرجة إني أعيط على فيلم يعني بالشكل ده. أم، أنا غالبا في الفيديو كله بقى اتكلمت يعني، مثلا اتكلمنا عن تحليلنا لشخصية خالد أبو النجا وشتمنا فيها. أنا طول الوقت بحاول ألاقي تفسير لخالد، ولكن بنتهي دايما إنه إذا أنا مكانه أنا هلوم نفسي يعني. بس عارف انت لما يحصل حاجات كتير وتكتشف انه هي كده ملهاش حل غير كده، مفيش يعني ما فيهاش صح وغلط، هو الوضع كده. فبحس انه وضع خالد ابو النجا عامة في افلامه كلها هو كده، اللي هو يعني مفيش حاجة تعملها يعني، تقبل الامر الواقع وخلاص. ما في يعني اللي هو اذا انت مكانه في نفس حذائه فانت هتمر بنفس الحاجات يعني، مفيش صح او غلط. بس انا فاهمة هدير. أم، واتكلمت باين عن مسكرة برضو. انا حبيت اللي هو الاسقاطات دي. ممكن ما اوضحش قوي، بس انا قلت اني حابة اغوص اكتر في عالم المزيكا الاندر جراوند في مصر. وعجبني قوي ان ده فيلم عن المزيكا في مصر يعني. انا سعيدة بمصر، وسعيدة بالسينما اللي فيها، وسعيدة بالافلام وبالمزيكا وكل الحاجات يعني. انا بحب بلدي فعلا. يعني بحبها فعلا. انا عايزاها تكون كويسة. ايه تاني؟ كده خلصت الحاجات الشخصية. فيعني هو الفيديو كان عشوائي، مش هقول عشوائي بس يعني. انا شفت الفيلم في اغسطس. نزلته في زاوية يوم 1 اكتوبر، وصورنا الفيديوهات دي في 1 اكتوبر. هي الفيديوهات ان انا شوية بصور مع سلمى صديقتي، وبعديها مثلا بصور وانا رايحة الموقف، وبعديها بصور اذا انا روحت البيت.
ودلوقتي الفيديو يعني بيتعمل يوم 3 نوفمبر، مش عارفة بقى هنزله امتى. بس في شهر يعني مسافة. بس ما اظنش، يعني انا عارفة ان هو هيكون جودته وحشة، جودته وحشة جدا، الصوت وحش جدا. بس اذا انا صبرت عليه اكتر من كده مش هعرف، يعني مش عايزة احسنه. آم، هو هو كده يعني هو ريكوردينج كده، لانه انا مش بخاطب جمهور الراب. انا بخاطب الاتنين تلاتة صحابي ونفسي في المستقبل. فيعني استحملوني لحد ما ربنا يكرمني، واكيد في يوم ما في المستقبل هنزل فيديوهات بجودة انضف من كده. بس يعني فاتمنى ان ال5 دقايق اللي انا رغيت فيهم دول يكونوا اللي مش فاهم حاجة يكون فهم، يعني انا بتكلم عن فيلم. ويا ريت ما حدش يقول لي انا ما فهمتش حاجة، علشان انا حقيقي مش مهتمة. ونلقاكم إن شاء الله في وقت مغامر مرة أخرى مع صديقة أخرى مش محتاجة أشرح لها نفسي يعني. أيوة أنا بلقح. بسلام.